تشرف باسم حضرتك. وائل علم. انا وسام. ممكن حضرتك توضح لنا بس هو ايه البروتوكول ده؟ والبروتوكول زي ما احنا قلنا في الاجتماع ان احنا ما بين جمعيه قطن مصر وجمعيه شباب الاعمال، جمعيه شباب الاعمال كانوا عملوا مبادره لموضوع البصمه الوراثيه والبعض الامور مهتمين جدا بموضوع القطن المصري، فقلنا ان احنا نتعاون مع بعض ان احنا نوحد الجهود وان احنا نخلي يعني قدامنا فرصه ان احنا يبقى كلنا مع بعض ماشيين في اتجاه واحد، بنشكل لجان مع بعض بنشتغل. واول حاجه هو موضوع البصمه الوراثيه دي مهمه جدا، انها هتبقى الحمايه للقطن المصري. انه اي قطن مصري بيطلع من مصر نقدر نعرف ان هو راح فين وجه منين، ولو حد استخدم الشعار وهو مش واخد قطن مصري يبقى نقدر ان احنا نلاحظه قانونيا. تمام. طب تفتكر يعني الجمعيه كده لها تواصل ما بين مع الفلاحين؟ لا، الجمعيه مالهاش تواصل مع الفلاحين. امال؟ الجمعيه مسؤوله عن كل ما له علاقه بشعار القطن المصري، حمايته وتسويقه، ولكن في دور اكتر هتكون في الفتره الجايه اللي هو السياسه العامه وكل ما يتعلق بالقطن. لكن الجمعيه مباشره مالهاش اتصال بالفلاحين. مالهاش اتصال. الخطوات او الاجراءات اللي هتتم لحمايه القطن المصري ايه الخطوات دي؟ اول خطوه هو موضوع البصمه الوراثيه. كل بالة قطن بتطلع او كل منتج معمول من قطن مصري يبقى فيه بصمه وراثيه نقدر نعرف القطن ده مصري ولا مش مصري. بس دي اول خطوه. اللوجو اللي حضرتك لا، اللوجو ده احنا بنقول اللي انت بتاخد قطن مصري هنديك اللوجو اللي هو ده. تمام. اهو ده اللوجو. انما ده مش هيحمي حاجه. انا عايز احمي اللوجو ده. طب احمي اللوجو ده ازاي؟ ان انا بصمه وراثيه، يبقى انا اقول اللي بياخد حاجه دي اقدر اعرف ان هي بتاعته او مش بتاعته. طب انا اقدر كقطاع خاص الزم الناس بالبصمه الوراثيه او انت مش هتلزم، انت هتبقى دي يعني احنا شغالين عليها ان دي تبقى حاجه يعني ضروريه او يعني لسه الاليه بتاعتها لسه مش شغالين عليها، بس لازم تكون الزاميه طبعا عشان خاطر تحمي. ما هو النهارده في الاخر خالص حمايه الفلاح وحمايه التاجر وحمايه الغزال وحمايه النساج وحمايه المصنع الملابس وحمايه كل السلسله دي انت حميتها. طيب ده يا فندم هيحتاج قوانين او لا مش محتاج قوانين، حاجه حكوميه. هيحتاج بعض طبعا، لازم يبقى في يعني حاجات طبعا من الجهات الحكوميه، واعتقد محدش يعني هيعارض حاجه زي كده. بالعكس احنا فدي الخطوه الثانيه ان انتوا تتعاملوا مع الحكومه في الموضوع اللي هو طب آلية تنفيذ البصمه الوراثيه دي احنا لسه شغالين عليها، يعني ما نقدرش لسه بدري شويه ان احنا نعلن الآلية والكلام ده. احنا لسه شغالين عليها، لسه بندرسها، بنشوف افضل التطبيقات ليها، لكن ان شاء الله نامل ان احنا في خلال السنه دي نكون مطبقينها. طب حضرتك البصمه دي هتكون يعني ايه حاجه ملامح البصمه دي هتكون ايه عشان نعرفها للمواطن؟ خلينا يعني ايه نعلن عنها لما نكون خلصنا الدراسه كلها وخلصنا في كذا نوع وفي كذا طريقه وفي كذا حاجه يعني لسه ما استخرجناش. يعني احنا بندرس كذا اختيار قدامنا، فلما بس نرسي على ان شاء الله هنمشي ازاي هنعرفها. طب لو بنتكلم بشكل عام يا فندم على حجم استثمارات قطاع صناعه الاقطان في مصر، هنشوف الفتره الحاليه عامله ازاي وايه الحاجات اللي بتعوق وايه الحاجات خلينا نفرق ما بين القطن المصري وما بين الصناعات النسيجيه. الصناعات النسيجيه قد لا تكون قايمه على القطن المصري. في حاجات في الصناعات النسيجيه ما يصلحش فيها القطن المصري، اللي هي الصناعات اللي هي بتستخدم اقمشه سميكه. يبقى احنا بنهدر القطن المصري لو دخلناه. القطن المصري لازم نحافظ عليه، لازم ندخله في الصناعات العاليه جدا، في النمر الرفيعه جدا، هي دور القطن المصري. طب ما فيش ارقام نقدر نحطها كحجم استثمارات القطن المصري، صناعه القطن المصري؟ طبعا انت عندك استثمارات في القطاع الخاص مؤخرا قامت على غزل ونسج وصياغه شركات من ايطاليا عشان تعمل كلام تغيير الاستثمارات المصريه والعربيه والاجنبيه في حوالين القطن المصري ده. انا اقدرها بما لا يقل عن يمكن 2 ل 3 مليون جنيه. ده العام 2015 لا ولا عموما بشكل عام؟ 2015 مفيش حاجه جديده. مفيش حاجه جديده. ده الاستثمارات السوق كله في مصر اللي هي الاستثمارات الجديده اللي جت مؤخرا قائمه على القطن المصري، غز الرفيع والنسيج الرفيع اللي قائمه على القطن المصري فقط. لكن حجم السوق نفسه السوق المصري احنا لا مش لازم نبص للسوق المصري، احنا
السوق العالمي. احنا النهارده المنافسه ما بقتش منافسه شركات، منافسه دول، فاحنا لازم ابقى باصص ان القطن المصري ده حاجه عالميه. بس احنا لازم نفتكر زي ما بقول كده ان القطن المصري ده ينافس في 3% فقط من الاستهلاك العالمي. يبقى انا عندي شريحه صغيره جدا لازم ابقى افضل ما يكون، لان الشريحه دي هي اغلى شريحه، فعايزه افضل جوده وعايزه افضل شغل. تمام. فانتم مستهدفين الفتره اللي جايه انتوا تزودوا اللي هي 3% ديت؟ لا 3% مش هتزيد، لان 3% دي ده نمط المستهلك خلاص. انت دلوقتي لابس بنطلون جينز اهو، قميص ده ما ينفعش في قطن مصر. كل المجموعات دي مش قطن. القطن المصري عاوز قميص رفيع جدا، مفروشات رفيعه جدا، هو ده طب انا كده محتاج ان القطاع الخاص يطور من المصانع بتاعته عشان يقدر يشتغل على القطن المصري. طب محتاج قد ايه تطوير؟ لا محتاج استثمارات جديده، ومحتاج كل ده برضه هي ايه؟ ده بيتبني على ده وده يتبني على ده. ده عاوز قطن كويس وعاوز حمايه وعاوز كده، والقطن عاوز مصانع جديده. المساحه بتاعت القطن المصري ده بيسبب مشكله للمصانع؟ طبعا ده اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، ان نقص المحصول ونقص والخواص ابتدت تؤثر عليه.